واليوم غنشارك معاك سر النجاح ديال الحرشه بحجم عائلي بطريقه سهله وبسيطه وكتحضر في 15 دقيقه كتكون واجده. يلا نبداو على بركه الله. في بول كندير جوج زلايف اي 500 غرام ديال السميده رقيقه، الملحه، معلقه سكر ثاني، جوج معالق ديال الحليب بودره. كنخلط الكل وكنضيف نصف كاس ديال الزيت. انا درت خليط بين زيت المائده وزيت الزيتون، ممكن انكم ديروا زيت المائده فقط. كنبسبس الخليط وكندخل الزيت في السميده. كنحتفظ بكميه من هذا الخليط ديال السميده كيف ما لاحظتوا معايا. من بعد كنضيف نصف ملعقه ديال الخميره رفيعه بلوس اللي فيها جوج فواحد خميره ومحسن في نفس الوقت، ونصف ملعقه ديال خميره الحلويات. كنخلط الكل وكنضيف جوج كؤوس عنبه ديال الماء عادي من الروبيني باطراف الاصابع. كنجمع الحريشه ديالي وكنغطي عليها. في هذا الاثناء كنوجد المقله كندهنها بالزبده وكنرشها بالخليط ديال السميده اللي احتفظت به. من بعد كنضيف العجين اللي خليناه يرتاح واحد شويه صافي. كنسرحو وكنعاود نضيف الخليط ديال السميده اللي تبقى صافي. كنحاول انني نقاد الجوانب وكنقادها من الفوق. كنضغط عليها بشي حاجه هكا كتكون كبيره من الفوق باش كتجيني هكا مقاده من الفوق. من بعد ما كطيب ليا من التحت كندهن المقله بالزبده وكنقلبها على الجهه الاخرى. الزبده كتعطينا هكا لون زوين ومذهب الحريشه ديالنا. من بعد ما كطيب الحرشه هذا هو الشكل النهائي ديالها، راه كتجي ناجحه 100%. تبعوا فقط الطريقه والتعليمات، وغنخلي لكم بعض النصائح اسفل الفيديو قراوها وبالصحه والراحه.